بيراميدز خد مكان الاهلي. خد مكان الاهلي وخد مكان الزمالك، لان الاهلي والزمالك الاهلي كان بياخد بطولات افريقيا وبياخد سوبر افريقيا. دلوقتي بقى بيراميدز بياخد دوري الابطال وبياخد السوبر الافريقي. بس الكلام ده انت ممكن تقوله. وكان مكان الزمالك بياخد مركز تاني، دلوقتي الزمالك هو المركز الثالث. فبيراميدز بقى له 3 سنين بياخد المركز الثاني والزمالك بقى مركز ثالث، فهو واخد مكان واخد مكان الزمالك في ترتيب الدوري وواخد مكان الاهلي في البطولات. ايه بقى في البطولات مثلا؟ في افريقيا والسوبر الافريقي وكاس الانتركونتيننتال. افريقيا واحده بس. وخد السوبر الافريقي وكاس يعني انت مثلا، ما هو الاهلي الموسم اللي فات كان كسبان البطوله من العين وكسبان دوري ابطال افريقيا. يعني انت عشان وقعت السيزون يبقى معقوله كده في حد خد مكانك؟ طب ما لو كان الاهلي لاعب بيراميدز كان هيقدر يفوز عليه في النهائي. يعني الموسم اللي فات كان الاهلي فايز بدوري الابطال. مش وارد تخسر؟ ايه؟ وارد تخسر، بس يعني انا بقول لك عايزين تدعيمات عشان الاهلي بيمشي مهاجمين وبيمشي باك شمال. كان الاول عندك معلول مشيته وجبت مكانه عطيه الله، فمشيت الاثنين بتلاعب كوكا مش زي عطيه الله ولا زي معلول ولا زي اي حاجه، وما عندكش مهاجم زي وسام، ما عندناش باك شمال، ما عندناش دفاع، ما عندناش هجوم. الاهلي اللي عايز تدعيمات اهو يعني، ولا ما عندناش دفاع. شايف دفاع الاهلي وحش جدا. بقيه فرق الدوري عايزه ايه؟ محاليل ولا لا بس المفروض احنا متعودين على الاهلي، مالناش دعوه ببقيه فرق الدوري. لازم يكون اداء الاهلي احسن من كده اهو. يعني مثلا انت لما بتلعب ماتش مع فريق كبير بيكون الاهلي اداؤه وحش جدا.